لو جيت تثبت نسخة ويندوز جديدة فطبيعي ان هيحصل فورمات للهارد بتاعك وبياناتك كلها هتتمسح. فانا في الفيديو ده هقولك على برنامج لو انت لسه عامل نسخة ويندوز او لو حتى ملفات من عندك اتمسحت، سواء بقى الملفات دي انت اللي مسحتها او حد قعد على جهازك ومسح ملفات من على جهازك وانت محتاجها، فالبرنامج ده هيرجع لك كل الملفات اللي اتمسحت من على جهازك. تابع معايا الفيديو. ايه الاخبار؟ كتير مننا بيحصل معاه الحركه دي، انك ممكن تبقى تستخدم جهازك وتمسح ملفات من عليه بالغلط او حتى النظام يمسحها وانت مش واخد بالك، واحيانا برضو ممكن حد يقعد على جهازك يمسح ملفات مهمه وانت مش عارف اصلا. فانا في الفيديو ده جاي اقول لك على برنامج هو هيحل لك المشكله دي وهيرجع لك كل البيانات او الملفات اللي اتمسحت من على جهازك، سواء الملفات المحذوفه دي هي من على هارد او بارتيشن او ملف معين موجود على جهازك، فالبرنامج ده هيقدر يرجع لك الملفات اللي كانت موجوده فيه. بس قبل ما نبدا خلينا افهمك الموضوع ماشي ازاي وازاي البيانات بترجع بعد ما اتمسح. احنا لما بنيجي نمسح اي ملف او اي برنامج من على الجهاز بتاعنا، فالهارد بيبقى عامل له زي ريستور بوينت او نسخه احتياطيه بحيث انه يقدر يرجع لها لو انت حبيت ترجع الملف ده مره تانية. حد هيجي يسالني ويقول لي طب ازاي ده؟ انا لما باجي امسح الملف بلاقي ان المساحه اللي كان واخدها فضيت وان فعلا الملف ما بقاش ليه اثر على جهازي. بس خليني اقول لك لا، لان النظام نفسه بيبقى فيه زي مرجع كده لكل الملفات اللي موجوده عليه، وانك لما بتيجي تمسح ملف سواء عملت له ديليت او عملت له شيفت ديليت فبيكون في نسخه احتياطيه النظام نفسه شايلها في مكان، عشان ممكن انت تبقى مسحت ملف بالغلط او حد مسحه وانت مش عارف، فساعتها تقدر ترجع الملف من تاني. والمهم ان الملف بيبقى موجود بس انت مش واخد بالك منه او ما تعرفش مكانه. بس خلينا نوضح البوينت دي، ان البرامج او الادوات اللي بترجع البيانات هي لو انت مسحت ملفات من فولدر معين او حاجه فهي بترجع لك اخر ملفات اللي كانت موجوده على الفولدر ده. اهم حاجه انك ما تكونش استبدلتها وحطيت ملفات تانية مكانها، لان زي ما قلت لك هو بيرجع اخر ملفات اللي كانت موجوده في الفولدر او في المكان اللي انت كنت حاططها فيه. فعشان كده انت لو اتمسح منك اي ملفات سواء صور او ملفات مهمه عندك، ما تحطش اي بيانات تانية او ملفات تانية مكانها، عشان لو جيت استخدمت اي برنامج بيرجع الملفات فهو هيرجع لك اخر ملفات كانت موجوده في المكان ده. المهم بعد المقدمه الطويله دي، البرنامج اللي عندنا النهارده واللي هنستخدمه في الشرح هو برنامج ميني تول بارتيشن ويزرد، وده شكل البرنامج عندنا زي ما انتم شايفين. وعشان تحمل البرنامج ده انت هتروح على جوجل كروم وهتكتب في السيرش ميني تول بارتيشن ويزرد، هيجي لنا كده في نتيجه السيرش هنخش على اي اختيار من دول، زي مثلا خلينا نخش على الاختيار التاني ده. هم كلهم في الاخر هيفتحوا نفس البيج بتاعت البرنامج زي ما انتم شايفين، دي الواجهه بتاعت الموقع. هنروح ندوس على داونلود بارتيشن ويزرد، هيجي لنا الاختيارات دي، هندوس على فري اديشن والداونلود هيبدا تلقائي عندنا بالشكل ده. والملف حجمه صغير جدا 3 ميجا وشويه، فمش هيكمل دقيقه اصلا، وبكده يكون اتحمل البرنامج عندنا. هنروح ندوس عليه عشان نعمله انستول. هيجي لنا اول حاجه في السيت اب بتاعه ان احنا نختار اللانجوج اللي هنستخدمها. طبعا احنا هنستخدم الانجليزي لان هو ما فيهوش دلوقتي العربي، وبعدها هندوس اوكي. هيجي لنا بعد كده دي هندوس نيكست، وبعدها هندوس نيكست، ومن هنا تقدر تختار المكان اللي عايز تحمله فيه. انا هسيبه زي ما هو في المكان اللي مختارينه، وبعدها هتدوس نيكست. هيبدا عندنا عمليه الانستليشن، هنسيبه يخلص براحته. طبعا انا هسرع الفيديو عشان الوقت بس، وبكده يكون البرنامج خلص عندنا. هنروح ندوس فينش وهيفتح عندنا البرنامج تلقائي. بعد ما فتح عندنا البرنامج، دي الواجهه بتاعته. هي واجهه مش سهله قوي ومش صعبه قوي برضو. احنا كل اللي احنا محتاجين نعمله عشان نرجع البيانات اللي موجوده هندوس على داتا ريكفري. واهم حاجه خد بالك من البرنامج، لان انت اي غلطه بسيطه انت ممكن تمسح الهارد بتاعك بالكامل وكل اللي موجود عليه. فخد بالك من الشرح اللي في الفيديو كويس، واي خطوه انت ما خدتش بالك منها عيد الفيديو من تاني عشان ما تمسحش اي بيانات. زي ما احنا شايفين كده دي تقسيمه البارتيشنز عندي، بس البارتيشنز اللي انا بستخدمها فعلا هم بارتيشن السي زي ما انتم شايفين، والبارتيشن ده اللي هو مكتوب عليه صديق ده باسم انا. فانت لو لسه عامل نسخه ويندوز جديده انت ممكن تروح تختار اي بارتيشن فيهم وتدوس عليه سكان. زي ما انتم شايفين هو جاب لي ان كل الملفات الممسوحه هم 26541 ملف، وجاب لي ان في لوست فايلز، وجاب لي كل حاجه. احنا ممكن نخش على اي واحد فيهم، مثلا تعال نخش على ديليتد فايلز. طبعا في تحت هنا عمليه سكاننج، هو بيسكان على البارتيشن كله ايه الملفات اللي ممسوحه من عليه، وهيجيب لك كل الملفات اللي اتمسحت. فانت لو لسه عامل نسخه ويندوز جديده انت ممكن تعمل السكان ده وهيرجع لك كل الملفات اللي كانت موجوده على البارتيشن عندك. انا مش محتاج اعمل السكان فانا هوقفه وهدوس على العلامه دي عشان يخرج. زي ما انتم شايفين هو خرج عندنا. خليني دلوقتي اجرب معاكم تجربه عملي. هروح على فولدر امسح منه ملفات، وبعد كده هخش على الفولدر تاني واعمل له ريكفر للداتا اللي كانت موجوده فيه، وهنشوف البرنامج هيرجعها ولا لا. زي ما انتم شايفين الفولدر ده عندي فيه الفايل ده وفيه ملفات مهمه جواه، وجواه حاجات عشان بس ما حدش يقول الملف فاضي وانت مش عايزه والكلام ده. جواه حاجات انا بشتغل بيها. فانا دلوقتي هروح اعمل ديليت للملف ده. وبرده عشان لو حد جه قال لي انت بتشغل دماغك علينا، ادي الريسايكل بان وادي الملف في الريسايكل بان، هعمل له ديليت اهو. بيقول لي ان الملف هيكون مش موجود خالص، هقول يس، وبكده اكون مسحته من الريسايكل بان خالص. هنروح دلوقتي على البرنامج بتاعنا وهنروح على داتا ريكفري من تاني. زي ما احنا شايفين عندنا تحت كده هو الملف مش بيقتصر على ان انت ترجع من البارتيشنز. انت لو في حاجه اتمسحت من على الديسك توب انت
ممكن تعمل سكان، وبرده من الريسايكل بن، يعني ممكن اعمل سكان على الريسايكل بن دلوقتي. فهو دلوقتي بيعمل سكاننج، هسيبه يعمل السكان براحته. زي ما احنا شايفين كده هو جاب لي فايلز انا كنت ماسحها من على البارتيشن بتاعي اللي هو باسمي، وبارتيشن السي برده. فانا لو دخلت هنا وزي ما انتم شايفين ده الملف اللي انا كنت لسه ماسحه، هو موجود هنا. انا هخرج لكم بره تاني عشان تشوفوا من الاول. هو موجود هنا في نيو فولدر، هخش عليها اهو بروجكت، هدوس على الملف بالشكل ده، وبعد كده هعمل له سيف، وبعدها هيجيب لك يسالك المكان اللي انت عايز ترجعه فيه. فانت اختار نفس المكان اللي انت كنت ماسحه منه، او شوف عايز ترجع الملف فين تاني بحيث ان هو ما يتمسحش. فانت رجع الملف وشيله في المكان اللي انت عايزه. وزي ما انتم شايفين الملف رجع عندنا اهو في نفس المكان بتاعه، ولو دخلنا عليه هنلاقي كل البيانات اللي كانت موجوده فيه قبل. انا كده يعتبر خلصت. ولو حد محتاج النسخه البرو من الملف ده، او لو لقى النسخه الفري فيها مشكله او مش راضي ترجع له الملف او اي حاجه، لان انا سمعت ان الفتره الاخيره الموقع او البرنامج نفسه اتغير، بقت النسخه الفري انت ممكن تعمل بيها سكان بس، ومش شرط ترجع لك الملفات اللي كانت ممسوحه. فلو حد لقى اي مشكله في استرجاع الملفات بتاعته يبعت لي، وانا هقول له على موقع يقدر يحمل منه النسخه البرو وهتكون مفعله وهيرجع فعلا البيانات بتاعته. ونصيحه اخيره، دايما لو انت عندك ملفات مهمه او اي حاجه فخد منها نسخه في مكان تاني، بحيث ان هي لو اتمسحت او حصل اي مشكله فيها فقدتها لاي سبب تقدر ترجعها من المكان التاني ده، سواء بقى المكان التاني ده هارد او فلاشه او شايلها على موبايلك او الكلام ده كله. المهم ان انت يبقى عندك نسخه من كل الملفات المهمه اللي عندك، عشان لو حصل وفقدتها في يوم تقدر ترجعها بسهوله. وبس كده، ده كان موضوع الفيديو النهارده. بس قبل ما اقفل كنت عايز اقول ان اغلب الناس اللي بتشوف الفيديوهات هم مش مشتركين في القناه، وان انا فعلا الكونتنت اللي انا بنزله لك انا بتعب عليه جدا، وما بعملش اي فيديو عشان اكسب فيوز او اي حاجه. فيا ريت لو انت شفت الفيديو واستفدت منه تعمل لايك واشتراك في القناه، عشان الواحد يستمر الفتره الجايه وينزل لكم فيديوهات اقوى. ولو حد عنده اي مشكله وعايز يسالني فيها يسيب لي كومنت او يبعت لي على التيك توك، وانا هقول له ازاي يحلها، او حتى هنزل له فيديو بحل المشكله. وبس كده، ما تنساش بقى اللايك والفولو عشان يوصل لك كل جديد.